صباح مشمس كانت القطة فلفولة قاعدة على سطح بيتها الخشبي وبتمضغ عدة جبنة قديمة، وبتتمنى لو تلاقي جبنة مش أي جبنة، جبنة أسطورية. وهي بتلحس صوابعها وقعت علبة سردين قديمة من فوق واتفتحت لوحدها، جواها خريطة ملفوفة ومكتوب عليها مكان الجبنة الضايعة. فلفولة صرخت: واه، دي مش خريطة عادية، دي خريطة جبنة. المغامرة بدأت. لبست شنطتها الصغيرة وعلقت الخريطة ونطت من فوق السطح وقالت: أنا جاية يا جبنة. فلفولة دخلت الغابة وهي ماشية فوق أوراق ناشفة بتقرقش تحت رجليها، والخريطة في إيدها بتتهز من الهواء. فجأة سمعت صوت طقطقة ووقفت. الأرض تحتها كانت فخ، وقعت في شبكة واتعلقت في الهواء. بس بدل ما يجي وحش طلعت السلحفاة الحكيمة وبتضحك وتقول: مش كل كنز بيتلاقي بالجرية صغيرة. السلحفاة طلعت سكينة صغيرة وقطعت الشبكة، وفلفولة وقعت على كومة ورا طرية. فلفولة قالت: أنا آسفة، بس أنا كنت بدور على كنز الجبنة. السلحفاة ضحكت وقالت: تعالي أساعدك، بس بالعقل مش بالحماس بس. بعد ما مشوا سوا وصلوا لنفق مظلم في قلب الغابة، وكان بيفتح بقه زي وحش نايم. فلفولة قالت: إحنا لازم نكمل. والسلحفاة قالت بس بهدوء، أي صوت جوه ممكن يصحي حاجات مش لطيفة. جوه النفق ظهر أرنب رمادي طويل ودانه ماسك عصاية وبيبص لهم بخبث: جايين على كنزي. الأرنب نط وسحب الخريطة من شنطة فلفولة وجري جوه النفق زي البرق. فلفولة صرخت: الخريطة! بس السلحفاة قالت بهدوء: احنا مش هنلحقه بالجري، لازم نلعبها صح. السلحفاة همست: الأرانب ما يعرفوش يقاوموا العسل. وفلفولة نطت بحماس: عندي برطمان في الشنطة. فلفولة حطت البرطمان على صخرة في نص الطريق وراحت استخبت ورا صندوق. العسل بيلمع في الضلمة زي كنز صغير. الأرنب رجع فعلا، وعيونه بتبرق أول ما شاف العسل. نسي الخريطة وراح يلحس. فلفولة جريت بسرعة، خطفت الخريطة ورجعت للسلحفاة وهم بيضحكوا. ضحك مكتوم. طلع الكنز مش جبنة ولا دهب، كان مكان سري مليان أكل وشجر وجبن طبيعي وحيوانات عايشة في سلام. فلفولة بصت للسلحفاة وقالت: ده أحلى من كل الجبنة اللي في الدنيا. السلحفاة ردت: الكنز الحقيقي هو الرحلة والصحاب. لو القصة عجبتك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.